مساء الفل على عيونكم. معاكم أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بالكاستر بطريقة سهلة وبسيطة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض الجلاش بالكاستر القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون والتوريقة، وكمان لون الكاستر فيه فظيع فظيع فظيع. لازم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. اي طريقه كده حلوه وهنجدد بيها الجلاش، وسهله ولذيذه جدا. يلا بينا بقى على المكونات بتاعتنا. اول حاجه هنبتدي بيها الشربات بتاعنا. احنا محتاجين شربات يبقى بارد، والكاستر كمان يبقى بارد. هنعمل اول حاجه الشربات، وبعد كده هنعمل الكاستر. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه من الميه، نص عصره ليمونه، ربع معلقه من الفانيليا. هنحطهم على النار ونسيبه لمده ربع ساعه. اول ما يغلي هنوطي عليه النار، او بعد 5 دقايق، وبعد كده هنسيبه 10 دقايق. وبعد كده الشربات كده هيكون كامل بعد ربع ساعة. نيجي بقى نعمل الكاستر بتاعنا. معايا هنا كوباية ونص من اللبن. أنا استخدمت بالفعل كوبايتين من اللبن، حطيت نص كوباية وأنا على النار عشان حبيت يبقى خفيف شوية، مش عايزاه يبقى سميك قوي. وأربع معالق كبار من بودرة الكاستر. مش هنحط سكر خالص، لأن احنا أساسا هنسقي الجلاش بالشربات بتاعنا. هنبدأ نحطه على النار ونفضل نقلب فيه كده. ايديكي فيه ما تسيبوش خالص. دايما شايفين كده حطيت نص كوبايه من اللبن، يعني المقدار اللي انا استخدمته كوبايتين من اللبن على 4 معالق كبار من الكاستر. هنفضل نقلب فيه لحد ما يتقل معانا الخليط. حابه احكي لكم قصه كده مميزه ليها علاقه بحلويات رمضان. انا والدتي كانت من النوع اللي هي بتعمل كل حاجه قبل الفطار، عشان طبعا احنا بعد الفطار كنا بنغسل المواعين ونروح نصلي التراويح. واحيانا كان بيبقى بقى في العشر الاواخر، كل سنه وانتم طيبين ادينا داخلين عليهم، بيبقى فيه قيام ليل وكده. فكنا بنروح نصلي في المسجد، فما بيبقاش فيه وقت خالص. فماما كانت دايما بتعمل ايه الحلويات قبل الفطار. طبعا كده في عندها فيران صغيرين او اطفال صغيرين نعتبرهم كده، اللي هو احنا. كنا بنحب نتسلى على الحلويات دي. اول ما الاذان يأذن، يعني الناس كلها تشق ريقها بالبلح، واحنا نشق ريقنا بالحلويات اللي ماما عاملاها. طبعا ماما بتكون مجهزه الحلويات دي وحطها مثلا في الفرن. عارفين الفرن بقى من جوه كده، بنفتح الباب بتاع الفرن. هي بتحط الحلويات فيه كده على اساس انها هتطلعها في السحور. طبعا كانت بتكتشف مأساة، كانت بتكتشف مثلا ان لو عامله صينيه كامله، تلات ارباع الصينيه بيكون خلصان. وبتيجي بقى تقدمها لبابا وتقعد تقول له هو ده اللي اتبقى، يعني على اساس ان ولادك هم اللي اكلوهم. بس يلا الحمد لله كنا بناكل. وبعد كده بابا كان يقول لها ايه بالهنا والشفا على قلبهم. زي ما انتم شايفين كده انا عملت ايه. انا جبت صينيه ودهنتها سمنه، وبدات افرد طبقات الجلاش. قسمت الجلاش بتاعي مثلا لو هو 20 ورقه، 10 ورقات هنحطهم تحت من كل طبقه، والثانيه حطيت سمنه. وبعد كده بحط طبقه الكاستر بتاعتي دي. بسيب كده دايما سور كده على حرف الجلاش من كل ناحية، علشان هنقفل على الكاستر علشان ما يطلعش من عندنا من الجوانب، ويبقى شكلها حلو كده وجميل. وبعد كده حطيت نص لفة الجلاش التانية اللي أنا كنت سايباها. يعني أنا استخدمت لفة جلاش واحدة، قسمتها نصين. بقية الورق اللي أنا كنت سايباه بدأت أرصه من فوق، وزي ما انتم شايفين كده بسيب حبة على الحرف من الناحية الأولانية وحبة على الحرف التاني. هنقفلهم في الآخر خالص، ونبدأ ندهن طبقات السمنة. اكتبوا لي تحت في التعليقات بقى امهاتكم كانت بتشيل الحلويات فين لما بتعملها في رمضان، وهل في حد كان بيعمل نفس اللي احنا بنعمله كده، اللي انا كنت بعمله في والدتي انا واخواتي، ولا احنا لوحدينا اللي كنا بنعمل الموضوع ده. زي ما انتم شايفين كده انا قفلت على الكاستر خالص من الجناب. وبعد كده اخر طبقه بنحطها ورقه كده تكون سليمه مظبوطه. نبدا نحطها وندهنها كويس عشان نبدا نقطع الجلاش. الجلاش بيتقطع قبل ما ندخله الفرن، عشان بيبقى بعد ما ندخله الفرن بيبقى تقطيعه صعب جدا. وبيبقى مقرمش كده وبيبقى صعب وبيكسر مننا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كل الطبقات بتاعتي، بس بسوي طبقه الوش كده عشان لما نيجي نقطعها تبقى شكلها حلو وجميل. هنقطعه بقى تقطعي زي ما انت عايزه. انت تقدري تعمليها في الصينيه المدوره، او في الصينيه المستطيله زي ما انا عملتها، وتقدميها بالطريقه اللي تعجبك. انا هوريكي طريقه تقديم جميله جدا جدا جدا، شكلها شيك قوي، تقدميها في العزومات. زي ما انتم شايفين انا قطعته، حطيته على درجه حراره 180، دخلته الفرن بيقعد نص ساعه. بولع عليه من تحت الاول، وبعد كده بولع عليه من فوق، بياخد لون من تحت الشوايه. اول ما يطلع وهو سخن بسقيه بالشربات البارد اللي احنا مجهزينه. وبعد كده بزينه بالكريز وشويه من الفستق الكذاب. عندك شويه من جوز الهند تقدري تزينيه بيهم، هيطلع شكله جميل وحلو جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو متنسوش تعملوا لايك. وشكرا.